في الجزء اللي فات من حكاية تشو شفنا تشو لما كان بيسأل البنت الشبح لو عايزة ترجع لمصحة الملك، وساعتها قالت له لأ مش عايز أرجع. فهو بيقول لها تشو أنا أقدر أساعدك تفضلي في العالم ده، بس لو وافقتي تبقي خدامة عندي أنا وأوعدك مش هأذيكي. فبتوافق البنت. بعد كده بقى بيقول لها تشو اتفقنا، سيبي لي بقى نفسك. تشو بقى هيعمل إيه بالظبط، والبنت كمان هتسيب نفسها ولا هتعمل إيه، ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. بس الأول يا ريت تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزع بقى اللايك الجميل. ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف المدير دي كان متفاجئ وبيقول الواد ده غريب جدا، ازاي عايز ياخد شبح اصلي خدام عنده؟ الشبح الاصلي في العموم نسبة احتماله علشان يجي لهنا بتبقى 1/1000، وبرضه لازم يكون الشبح موافق. الموضوع صعب جدا، انا مش عارف ازاي هو خدها بسهولة كده. وكمان بتقول تانج انك تقبل خدم اشباح قبل ما تبقى مواجه اشباح حقيقي، دي عمرها ما حصلت ابدا. بعد كده بقى البنت الشبح بتدي لتشو هدف حياتها علشان يتعاقدوا مع بعض، فبيتفاجئ لين انه عبارة عن مقلمة. وبعد كده بقى تشو بيقول خلونا نجمع ارواح سجن الاشباح الاول. بعد كده بقى بيحاول تشو نفسه والشبح بقوته، بس في الوقت ده بقى المذيعة بتتفاجئ وبتقول ده نجح فعلا، شو عمل رقم قياسي جديد. فبيضحك المدير دي كان وبيتبهى ان تشو طالب في الاكاديمية بتاعتهم. بعد كده بقى وفي نفس الوقت الشيطان الاسطوري بيكون متوتر، فبتسأله المذيعة وبتقول له مالك. فساعتها بقى بيقول لها هو ليه جنة شبح ضعيفة كده وجبانة وملهاش اي لازمة. فبترد تانجو وبتقول له انا كمان مش فاهمة ازاي. بس وقتها بقى المدير دي كان بيقول ده كان خلاص ماشي مظبوط، ليه بس في الاخر خد البنت اللي ملهاش لازمة دي، كده هيضيع كل اللي عمله. بعد كده بقى بنرجع لتشو واللي بيحس بالقوة، وساعتها بقى البنت الشبح بتدخل جواه. فبيستغرب تشو بيقول في يوم واحد بس قدرت احل كل حاجة، ومش بس كده ده كمان دخلت جوايا من غير اي شروط خالص. بعد كده بقى بنشوف المذيعة تانج بتقول المشهد ده مش ممكن نعرضه على العالم الخارجي. وساعتها بقى المدير دي كان بيقول محاكمة تشو فعلا مش ممكن تتكرر ابدا، مفيش اي حد ممكن يخاطر بالشكل ده زي تشو، ولو نشرنا الفيديو بتاعه ده هيخلي الناس تفتكر ان استكشاف عالم الاشباح حاجة سهلة قوي. فبتقول تانج هو كمان ما عداش الا يوم واحد بس، ولسه فاضل يومين قبل نهاية التدريب، يا ترى بقى في طلبة تاني؟ فبيقول لها دي كان طب ايه رأيك نبص على كاي، ده شاطر جدا في مواجهة الاشباح واكيد المرة دي استعد كويس. بس بمجرد ما بيعرض كاي على الشاشة بيتفاجئ انه بيخدم الشبح وبيدلك له رجليه، وساعتها بقى دي كان بيتصدم. بعد كده بقى تانج بتقول طب ورينا حد تاني. بعد كده بقى بنشوف تشو قاعد يستريح تحت الشمسية وهو وصاحبه تشانج بيشربوا العصير ومروقين، والشبح العجوزة بتخدمهم. وساعتها بقى تشو بيسألها وبيقول لها انت اسمك ايه؟ فبتقول له اندهلي بالسيدة ني. بس فجأة بقى الجو بيضلم قوي وبتظهر كده ريحة غريبة في الجو، فبتخاف السيدة ني وبتقول له ده عميد رعاية الملك اللي قلت لك عليه. فبيتفاجئ تشو وبيقول طب ايه اللي جابه لهنا؟ فبتقول له السيدة ني انت دمرت المكان وخلصت على كل موظفين دار رعاية الملك والممرضة الرئيسية، فاكيد العميد جاي بنفسه علشان يخلص عليك. وهنا بقى تشانج بيخاف. بعد كده بقى وفجأة بتظهر زي بقعة كده منورة أحمر في السماء وحواليها هالة كبيرة جدا من القوة الشريرة. وبيقول العميد الشبح البشرية كلها غلطت في حقنا بشكل مش ممكن نسامح عليه. بس في الوقت ده بقى دي كان بيكون عمال يدور في الطلبة المبتدئين وبيقول أنا مستني هنا بقالي يومين كاملين. بعد كده بقى وفجأة بيشوفوا ضباب أسود والجو بيضلم، وساعتها بقى دي كان بيقول هو الضباب الأسود ده جاي منين؟ فبتقول له تانج زي ما يكون كده في شبح. بعد كده بقى بتسأل الشيطان الأسطوري ايه اللي بيحصل، فبيقول لها ان الهالة دي هالة قوية لشبح بس مش عارف جاية منين بالظبط، وبيقول انا ما شفتش حاجة زي دي قبل كده. فبيقول دي كان لسه في مئات الطلبة جوه، يا ترى ايه اللي هيحصل معاهم وايه اللي المفروض نعمله دلوقتي؟ فبيستخدم الشيطان الأسطوري قوة نار الروح وبيقول لازم نفتح سجن الأشباح. فتانج بتقول له انت جبت نار الروح دي منين؟ دي ما بياخدهاش الا اللي بيواجهوا الاشباح في عالم سجن الاشباح، مش غريبة ان انت موجود علشان تشرف على مجرد امتحان، انت اكيد قوي جدا. بعد كده بقى بيستخدم الشيطان الاسطوري نار الروح وبيطلقها بكل قوة في السماء، فبيخلي الضباب الاسود يختفي.
بعد كده بقى وفي الوقت ده الشيطان الاسطوري بيقول الضباب الاسود اللي بينزل ده مش سهل ابدا، انا لازم اتصل بتحالف الاشباح دلوقتي. بعدها بقى وفي نفس الوقت الشبح العميد بيقول لتشو يا ترى بقى عايزني اموتك ازاي؟ فبيخاف تشانج، ولكن في الوقت ده تشو ما بيقولش ولا كلمة، فبيغضب أكتر الشبح العميد وبيقول له لو ما اتكلمتش أوعدك إني هخليك تدوق أكتر من طريقة مؤلمة للموت، هخليك تندم إنك جيت للعالم ده. فبيرد تشو بيقول له ما تخرس بقى وبطل كده تخوف الناس. وهنا بقى بيتفاجئ الشبح العميد، وساعتها بقى تشو بيقول له انت جاي لي بنفسك يعني؟ فاكر ان انت كده هتخوفني؟ فاكر انك كده هتقدر تشتتني علشان توصل لهدفك صح؟ بس ساعتها بقى الشبح العميد بيقول له واضح ان انت ذكي قوي، وطالما قدرت تدمر الممرضة الرئيسية تبقى ذكي وكمان قوي، بس طول ما التشتت عندك اقل من 30 هقدر اسحبك للعالم بتاعنا وهخليك عينة تجارب وهفضل اعذب فيك وقت ما احب. ولكن تشو ولا بيهمه الكلام ده وبيقول له شكلي كده هخيب ظنك. وهنا بقى الشبح العميد بيقول له شكلك كده لسه ما تعرفش اي حاجة عن الخوف. بس في اللحظة دي بقى السيدة ني بتقول العميد عنده مهارة مفيش زيها، عنده مهارة كارثة الدم وهيتحول لمشهد مرعب جدا ومجرد ما يلمسك هتموت. وساعتها بقى بيتفاجئ تشو وبيقول لنفسه الكارثة الدموية دي كفاية فعلا. وفي الوقت ده التشتت عند تشو بيكون لسه أعلى من 50، فبيضحك تشو وبيقول لنفسه كويس إن أنا عندي لقب الجنرال قاتل الأشباح، وإلا قيمة التشتت بتاعتي كانت هتقل. واضح إن الموضوع خطير المرة دي. بعد كده بقى الشبح العميد بيقول له خيبة أمل إيه اللي أنت بتتكلم عنها؟ انت لسه ما تعرفش يعني ايه خوف، انا لسه في ايدي اعذبك في اي وقت. ولكن تشو بيهزقه وبيقول له ولا اساسا تقدر تلمسني، انا كنت بس باخر الوقت معاك وانت غبي فضلت تسايرني وعمال تتكلم كتير. وبيكون تشو اخره على ما يخرجوهم من المحاكمة يا ابن الصيعة. فهنا بقى بيغضب العميد الشبح وبيقول له استنى بس لما موتك واوديك الجحيم بايدي. بس في اللحظة دي بينتهي اختبار الصحوة والكل بيسيب منطقة الأشباح. وبعد كده بقى بتتفاجئ السيدة ني وبتقول السيد تشو قدر ينجو من ايد العميد بأعجوبة. بعد كده بقى بنشوف المدير دي كان بيقول كويس ان الحادثة دي ما سابتش اي تأثير خالص. بعد كده بقى بيفرح الكل ان هم اخيرا قدروا يخرجوا. وهنا بقى المدير بيقول المرحلة اللي جاية اقوى واهم من الصحوة ولازم تظهروا قدراتكم علشان هتواجهوا اشباح حقيقية بجد. بعد كده بقى وفي الوقت ده تشو بيصحي صاحبه واللي بيتفاجئ ان هم خرجوا. وساعتها بقى وفي الوقت ده الواد كاي كده بيرسم نفسه وبيقول لتشو واضح ان انت جبان، وبيقول ان اكيد تشو كان خايف قوي لدرجة انه اكيد عملها على نفسه. ولكن على مين؟ ده كله كان متصور بالصوت والصورة. وساعتها بقى تشو بيقول له بلاش تنبح كده، مفيش اكل كلاب هنا. فبيغضب كاي وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتقول لي كده؟ وشكل كده كل واحد فيهم ما يعرفش التاني عمل ايه بالظبط. بس في الوقت ده جيم بتقرب من تشو وبتقول له حتى لو ما نجحتش في الامتحان مش مهم، كويس بس ان انت فضلت عايش، وزي ما قلتلك لو وافقت تكون خدام عندي هحميك من اي حد. بعد كده بقى بيظهر تصنيف المحاكمة وبيبدأ الكل يتكلم عن ان الترتيب ده هيحدد قوة كل واحد وقدرته على مواجهة الاشباح. وبيقولوا اكيد الاتنين الاوائل هما جين وكاي. والمعلم كاي بيكون واقف واثق من نفسه وبيقول لنفسه الواد تشو ده مبتدئ واضعف من اي حد هنا، واكيد انا رقم واحد. بس بينصدم بقى ان تشو في المركز الاول، وساعتها بيتفاجئ الكل وبيقولوا ازاي ده ممكن يحصل، ازاي بس يبقى في المركز الاول وكمان واخد درجة 120، وازاي قدر يكمل المهمة اللي المفروض نسبتها 100% بالكتير وهو خد اكتر من 100. ده كمل المهمة اسرع مرتين من جين بالرغم انه فقير وما بياخدش دروس مخصوص. ازاي بس يوصل لانجاز عالي قوي كده؟ وكمان بيغضب كاي وبيقول لا المدير اكيد غلطان، اكيد البيانات دي كلها غلط، انا لازم اقدم طلب بالغاء التقييم ده. بس المدير بيقول له في عالم الاشباح وصلت نسبة انجاز تشو 120%، ورغم ان انا شايف ان دي حاجة مش ممكن تتصدق بس البيانات دي بتتحدد تلقائيا من خلال عالم الاشباح نفسه، ودي حاجة مش ممكن تغلط ابدا. يا ترى بقى الواد كاي اللي هيموت من الغيظ ده هيعمل ايه؟
ويا ترى كمان تشو هيتصرف ازاي؟ بس الاكيد بقى ان شعبيته هتزيد بين الطلاب ومحدش هيتنمر عليه من تاني، بس ده بقى اللي هنشوفه في القسم اللي جاي ان شاء الله يا صديقي الملك. فمش محتاج اوصيك اشترك في القناة وارزع لايك للفيديو علشان باذن الله يوصلك اي فيديو جديد ينزل على القناة. والاهم بقى انك تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام يا صديقي الملك.